جلسات مجلس النواب فقط، بل من الغياب من اللجان التي يعني يكون النائب عضوا فيها. طبعا هذا أمر مهم جدا. قضية مو التوازنات، قضية الرؤى اللي تطرح. لا يعني قد يوصفون اللجان هي المختبر البرلماني، مختبر العمل البرلماني الذي تنضج به الأفكار ورؤى المشروع والقانون كي تسوق وتدرس قبل أن تطرح إلى مجلس العموم السني، مجلس النواب العام. فلذلك يعني العمل، ولهذا يعني هيئة الرئاسة أفردت لهذا الموضوع أهمية خاصة، بحيث كرست يوم كامل لجلسة ويوم للجان. وفعلا رغم أنه لا تصور، ولكن تستحق يعني أن تصور هذه الاجتماعات. يسلط عليها الضوء. يسلط عليها الضوء، وأعتقد الإعلام نوعا ما مقصر في هذا الجانب. بإمكان يعني يزور هذه اللجان ويشوف. أنا جلست مع عدة لجان. فيما يتعلق هي في جلسات عامة لمجلس النواب يكون التصوير أو النقل غير مباشر ويؤخذ من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. هل تعتقد أن الإعلامي سيعامل بهذه الحرية للدخول إلى جلسات لربما حتى تحتمل الكثير من المناقشات السياسية في أحيان كثيرة أكثر حدا؟ ليس بالضرورة أن تنقل جميعها يعني ولا يوجد هذا الكم الهائل من الإعلاميين أن يتوزعوا على كل اللجان، لكن كي تعكس للمراقب مستوى أداء العمل وليس فقط مستوى الأداء. يعني جنابك قلت ليس بالضرورة أن تنقل كاملة. إذن سيكون هناك استقطاع لربما البعض يفهم لصالح بعض من أعضاء مجلس كتل، يعني لصالح كتلة معينة لمجلس النواب إذا كانت رئاسة هذه الكتلة هذه اللجنة للكتلة الفلانية وما إلى ذلك. يعني جنابك تعرف هذه الأمور تحتمل الكثير من الحساسية. بالإطار العام أنه تنعقد اللجنة برئاستها ومقرريها وكادرها، والآن وبعض كثير من الأحيان على مستوى عالي باستضافة. جنابك بأي لجنة؟ أنا في لجنة مش ينبغي أن أكون في لجنة العلاقات الخارجية. العلاقات الخارجية. نعم. يعني أسألك هنا بالتحديد طيب وهنا فيما يتعلق بس أنت عفوا دكتور أستاذ طارق عفوا فيما يتعلق بلجنة العلاقات الخارجية والآن موضوع الكويت وما، هل بإمكان النائب جواد الجبوري أن يسهل مهمة القنوات لتغطية هذه عمل اللجان دون الحصول موافقة من الرئاسة لربما رئاسة؟ أنا مع أي لجنة، مع الإعلام. أنا الآن الإعلام يعيش بحبوحة من الحرية، يعني يحضر أينما كان وينقل ما شاء. فمع تسهيل مهمة أي إعلامي، رغم أنه السلطة ضاغط عليه وعلى غيره الإعلامي. البحبوحة وقضية أزمة الكويت فقط بما يناسب أعضائكم وما يناسب أستاذ عمر. أزمة الكويت إذا فيما يتعلق بهذه الأزمة هي نوقشت بالمجلس النواب العام بحضور وزير الخارجية ووزير النقل شكرا جزيلا لك أستاذ جواد. دعنا نذهب إلى فاصل ونعود إليكم.